مساء الخير يا حبايبي. النهارده هنعمل بطاطس مش التانية ام صلصه، النهارده هنعملها بشوربه وموتزاريلا. عندنا البطاطس مقشرينها وخدناها تشويحه خفيفه كده زي ما انتم شايفين، يعني بأمارة كده. وعندنا لحمه معصجينها، قورناها وايه وشوحناها. عندنا طبعا اللحمه المعصجه، كلنا بنعصج اللحمه، هي لحمه مفرومه وبصل ملح وفلفل وبهارات. ودي موتزاريلا، ورقتين بس ورق لورا هنحطهم في قلب البراي. وعندنا بقى شوربه سخنه، لو ما عندكيش شوربه وصوص فراخ مشويه حطي عليه شويه ميه. انا عندي صوص شوربه، عندي شوربه اهي مسخناها، عليها شويه صوص من بتاع الفراخ المشويه. انا هاخد البطاطس احشيها باللحمه وهوريكم هنعمل ايه. بصوا ولا اسرع من كده. هجيب بس معلقه، هنحط الموتزاريلا على اللحمه المفرومه كده، مختلفه خالص عن صينيه البطاطس العاديه. انا عملت قبل كده برام بطاطس بالصلصه واللحمه المفرومه، دي بقى مختلفه. تشوفوا جمالها وروعتها. بس خلاص كده احنا خلصنا، جايين بقى داخلين على الحر. ما بنفضلش الحاجات ام صلصه، دي هتفرق معاكم كتير. هنحط ورقه اللورا واحده هنا كده واحده هنا، وهنحط الشوربه دافيه، شوربه صوص فراخ. انت تعملي شوربه بايدك، اظن احنا قلنا قبل كده في فيديو ازاي نعمل الشوربه. وعليها ملح بفلفل، حته زبده، وهتغلي على النار لمده نص ساعه مع شويه ميه، مش اكتر من كده، نص ساعه مع ورقتين كمان 3 لورا، هتديكي ريحه شوربه تمام، ولا احسن من شوربه البطن. ما تنزليش جوه عشان ما ينزلش. بس خلاص استنوني لغايه بس ما ندخلها الفرن. هنغطيها بورقه فويل وندخلنا الفرن على درجه حراره 180. هنحطها تحت الاول لغايه ما تخش في السن، بعد كده تحت الشوايه مفيش، يا دوبك تحمر هنطلعها. استنوني. شايفين يا حبايبي؟ شايفين الصينيه بتتحدث عن نفسها. بصوا انا عايزه اقول لكم حاجه، البطاطسه من تحت لازم نعمل لها قاعده، يعني نقطه حته صغننه كده عشان تقف، ما تتحركش ما تتحركش، لا تتحرك ولا تقف. عايزين نسقيها شوربه ماشي، عايزين نسقيها صوص فراخ مطرح الفراخ المشويه ماشي، اي حاجه تسقوها، بس تدوقوا الشوربه قبل ما تدوقوا الشوربه قبل ما تسقوها، عشان لو ناقصه ملح او ناقصه فلفل او حاجه. بس هي بتتكلم عن نفسها، ظريفه وخفيفه وتنفع في الصيف تجنن. يا ريت اعرف اوصل لكم ريحتها. وما تنسونيش في اللايك والشير، وبالهنا والشفا، وباي باي.